السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. النهاردة جاية لكم بيوم جديد وفيديو جديد، بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يا ريت تحطوا لي اللايك وتشيروا الفيديو لأصدقائكم وتدوسوا على كلمة اشتراك اللي تحت اللي باللون الأحمر، وتدوسي على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجي عليه ويوصلك إشعار بيه. يلا بينا كده نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف احنا هنعمل ايه النهارده. نزلت على تحت على الدور الارضي اللي تحت، وزي ما انتم شايفين كده دي البوابة اللي بتودينا على الجنينة، وده الباب اللي بيدخلني على الدور الارضي اللي تحت. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، ده مقطع من الفيديو اللي فات. اللي ما شافش الفيديو بتاع واجهة البيت الجديد يروح يشوفه ان شاء الله يعجبكم. وتحطوا لي كده تعليقات كتيرة جدا جدا واللايكات بتاعتكم عشان الفيديو يترفع بيكم بإذن الله. والحمد لله الفيديو كان عاجب ناس كتيرة جدا جدا، وعمل نسبة مشاهدة حلوة جدا وتعليقات حلوة. ما تحرمش منكم ابدا ابدا يا حبايبي، وان شاء الله مع بعض دايما باذن الله. وربنا يرزقكم جميعا يا حبايبي، واللي عايز حاجه ربنا يحققها له باذن الله. زي ما انتم شايفين ده المقطع اللي انا صورته لكم قبل كده، وده بعدها ب3 ايام او 4 ايام بعد ما الناس لموا بقى العده بتاعتهم، ولمينا التراب ولمينا كل حاجه، ودهنا الابواب ودهنا الشبابيك. وزي ما انتم شايفين ان الجزء التاني ده لسه زي ما هو. تعالوا يلا كده بقى تعدي كنسة كده بالمقشة على السريع، علشان طبعا افرش الحصر اللي مركونة ديت، وعلشان لو الضيف اجالي يقعد تحت ما يطلعليش على فوق. فزي ما انتم شايفين مسكت المقشة كده وقلت ايه اديها كنسة كده. هو يبان ان مش عارفة دي بلاط ولا ده ايه، ده اسمنت معمول دكة كده، عبارة عن اسمنت دكة كده زي ما بيقولوا. بس بتشيل كمية تراب كتيرة جدا احنا عملناها، بس يبان لكم اللي هي نظيفة وما فيهاش اي حاجة، بس الصراحة عليها كمية تراب رهيبة. يعني هتشوفوا لما الكاميرا يكون واضحة هتشوفوا كل ما بكنس كل ما بتطلع معايا تراب. يعني ما بيكونش خلاص، لا كل ما بتكنسي كل يوم حتى تطلع معاكي كمية تراب رهيبة. واللون الأحمر ده بيطلع مع الكنس ومع مشيان الواحد برجله عليه. يعني لو أولاد لما بيمشوا برجليهم عليه بيلاقي كفة الرجل حمرة من الدكة دي او الاسمنت ده، لان الاسمنت ده محطوط عليه لون مخليه لونه احمر كده. زي ما انتم شايفين التراب قد ايه. ولو رجعت كنست تاني برضو بلاقي تراب، معرفش الترابة دي بتيجي منين والله مش عارفة. فحبدأ ان انا اكنس، مش همسحها لاننا مسحناها قبل كده برضو بالخرطوم وغرقت الدنيا، وبرضو الترابة جت عليها. فزي ما انتم شايفين كنست وجبت التراب الناحية ديت، علشان طبعا كنت هودي على البوابة، بس لقيت الهوا شديد فقلت ايه اجيبه على الناحية ديت عشان ما اخدوش على البوابة ويرجع مني الهوا يرده على الناحية التانية. فزي ما انتم شايفين خلصت المجلس، لان اللي انا كنسته ده يا حبايبي هيكون مجلس، ودي غرفة كده للضيوف اللي يجي يبيت فيها ويتحط فيها السرير كده. وهلم بقى الحصر اللي على الارض ديت واطلعها بره، وابدا ان انا اكنس الغرفة علشان طبعا انضفها والمعها كده والمع الشبابيك واظبط الدنيا. هيتحط فيها السرير لاي ضيف يجي طبعا، والمجلس هيتحط فيه الحصر قاعدة كده واطية زي ركنية كده بس واطية للضيوف. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي اصور لكم المجلس هيكون منظره عامل ازاي، والركنة او القاعدة الواطية القعدة العربي هيكون منظرها عامل ازاي. ان شاء الله هصورها لكم وانزلها لكم. انا كنت هصورها في الفيديو ده بس الفيديو هيكون طويل جدا جدا، فاستنوني ان شاء الله هصور لكم القعدة البلدي او القعدة العربي، وهتشوفوها بإذن الله ويا رب تعجبكم بإذن الله. طبعا الدكة اللي احنا عاملينها ديت او الاسمنت الاحمر ده بإذن الله هنغيره خالص ونحط عليه سيراميك، لان احنا ندمنا ندم السنين ان احنا عملناه. احنا كنا مفكرين ان هو هيكون نظيف، والصراحة كلف علينا فلوس جامدة جدا، بس الصراحة كل ما بنفرش حاجة ونقعد نلاقي كمية التراب حاجة رهيبة جدا. فطبعا مش هينضف الا اذا
تسيراميك او تحط له سيراميك او بلاط كده، على اساس بقى يكون انضف من كده بقى. فزي ما انتم شايفين اللون الاحمر بيطلع من الجناب ازاي. كل ما بكنس كل ما يعني كنست كذا مرة، مش على المرة دي بس، ده انا كنست كتير قبل كده، بس قلت اصور الفيديو ده معاكم. واتكنس كتير جدا، بس اللون برضو بيطلع. وكمية التراب قد ايه، يعني انا بجر بالمقشة مش قادرة ازحزح التراب، لان التراب تقيل جدا، فبوديه مرة وبرجع تاني اسحبه مرة تانية لحد ما بيكون خفيف جدا معايا. بودي على المنطقة اللي جوه ديت، والصراحة برضو المنطقة ديت مزبلة الدنيا، برضو مش هتنضف الا لما برضو هي رخرة تتسرمك. يعني اللي جوه دي لو اتسرمكت او اتحط فيها بلاط، الناحية ديت برضو هتنضف. فان شاء الله قدام هنسرمك الجزء بتاع المجلس، وهنسرمك برضو الشقة كلها من تحت. زي ما انتوا شايفين اي حاجة بتترمي برضو في الشقة هنا، لان طبعا هي ما فيهاش بلاط، فكل حاجة بتترمي فيها. زي ما انتوا شايفين حطيت البلاطين دول ناحية المجلس كده، بحيث لو حد داخل او لابس شبشب يحط الشبشب عليه ما يكونش فيه تراب. وببدأ اللي انا الم التراب والحجارة ديت على ناحية، والمها في شكارة كده قديمة. فان شاء الله استنوا كده الجديد، وما تنسونيش كده في اللايكات والاشتراكات يا حبايبي، والدعوة الحلوة بتاعتكم. الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. الفيديو بتاع اخيرا خلصنا واجهة البيت الجديد، عمل مشاهدات حلوة وتعليقات احلى ولايكات احلى واحلى ان شاء الله. فان شاء الله يكون الفيديو ده هو كمان حلو كده على قلبكم، وتعملوا لي بقى احلى اللايكات واحلى الاشتراكات بيكم ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، بدأت ان انا بقى ايه احط الطوب والحاجات ديت في الشكارة، وابني ماسكها وفاتحها كده، علشان طبعا الم كل حاجة فيها، والحاجات ديت ما تدخلش تاني على المجلس اللي انا نظفته. فزي ما انتم شايفين بلم كل الاتربة وكل الحاجات الناعمة ديت، وبحطها في الشكارة، وبركن الشكارة كده ورا، واي حاجات تانية بجيبها برضو وبحطها فيها. زي ما انتم شايفين اهو. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. ما تنسونيش كده يا حبايبي في دعواتكم الحلوة الجميلة اللي بتحسسني ان فعلا ان الفيديو بتاعي بيتشاف. فما تنسونيش كده ان شاء الله، عشان اعمل لكم كل جديد وكل فيديوهات احلى واحلى. فزي ما انتم شايفين كده اهو يا حبايبي، بخلص بقى المكان ده وبدخل على جوه بقى اجيب الحصر، وبكون انا ملمعه الحصر كده ومدياها وش تلميع، وبروح جايه فرشاها بقى في المجلس، بشوف انهي الحته المناسبه اللي افرشها فيها. افرش الحصيره بالطول ولا افرشها بالعرض؟ لقيت معايا الحصيره جايبه العرض بالظبط الا 5 سنتي من هنا، والناحيه التانية برضو 5 سنتي، فقلت هحسبها مفروشه زي ما هي كده، علشان طبعا يكون سهلة في التنظيف، والحصيرة يكون واخدة معايا مساحة أكبر من المكان ده. فزي ما انتم شايفين فرشتهم كده. لو كنت حطيت الحصيرة بالطول ما كانش الحصر هيكفوا معايا، كنت هعوز حصر تانية. فحبيت ان انا احطهم كده عشان طبعا يملوا معايا المجلس او الريسبشن ده او الصالة دي. فحبيت احطهم كده، وهجيب الحصيرة التالتة واحطها في الجزء التاني ده. فزي ما انتم شايفين كده. وطبعا الحصيرة الخوص اللي بتاعت زمان ديت هتتحط في الجزء اللي فوق عليهم هم الكل، يعني فوقهم كنظام السجادة كده. فزي ما انتم شايفين كده اهو. وخلصت الغرفة اهي، وطبعا نفضت الشبابيك، وهبدأ برضو ان انا اقفلهم علشان طبعا الدبان وكده. اهو يا حبايبي الحديد برضو عليهم. في واحدة كان كاتبالي في التعليقات ومش عارفة قصدها ايه بان انا احط الحديد ازاي، انا مش فهمتها الصراحة ولا فهمت التعليق. بس الحديد طبعا بطبيعته بيتحط في نص الشباك كده، عشان طبعا لو انت حابة تفتحي السلك بتفتحيه، تفتحي الشباك الخشب اللي بره بتفتحيه او تقفليه.
فالحديد بيكون في النص زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. ده الحمام، وطبعا لما نيجي نعمل سيراميك للمجلس هنوسع الحمام اكتر من كده. وطبعا الحمام ده في البداية ما كانش موجود في الغرفة ديت، بس الحمام ده احنا خدناه من جزء من المنور وفتحناه في الغرفة ديت، بحيث يكون للضيوف من بره كده، اللي حابب يدخل الحمام يدخل من الغرفة دي، ما يخشش على الشقة اللي تحت، ما يدخلش يعني على الشقة اللي تحت. ودي البوابة اللي مودية على الشارع التاني. وادي المجلس اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين، بسيط خالص. وان شاء الله هصور لكم ان شاء الله لما القعدة البلدي تيجي هصورها لكم برضو، او القعدة العربي. زي ما انتم شايفين هحط بقى كراتين في الاجزاء المكشوفة من بين الحصر، عشان طبعا لما القعدة او الركنة تيجي احطها عليها ما يكونش على البلاط ده، لان البلاط ده طبعا هيطبع فيها اللون الاحمر. فزي ما انتم شايفين ادي الحصرة اهي. والصراحة الحصيرة الخوص ديت مدية منظر تحفة، تحسسني كده بأيام زمان. عايزين بقى تنولع حتة تولعة كده في الشالية بتاعتنا أو في المنقد بتاعنا، ونحط بقى في الجزء ده ونتدفى بقى طول الليل. زي ما انتوا شايفين ده الجزء اللي بره اهو. وزي ما انتوا شايفين زرعنا النخل اهو. اهو يا حبايبي، يا رب التصوير يكون واضح واخدين بالكم. وده الحوض اللي احنا حطيناه بره كده، وحطينا ماسوره كده تنزل على الزرع الميه، تسقيه يعني، بدل ما كل واحد يمسك الخرطوم ويرش، لا الماسوره ديت تنزل الميه عليه على طول. فزي ما انتم شايفين ادي الزرع بتاعنا، وادي السلم بتاعي اهو يا حبايبي. زي ما انتم شايفين كده ده السلم، وادي النخلة اهي، ونخلة برضو الناحية التانية. زي ما انتوا شايفين كده ده المجلس طبعا رشينا، وده جزء تاني من الجزء الاولاني اللي انا كنت مصورها لكم برضو ووريتكم. ده بعد ما بعد ما حطينا الزرع برضو وأمنا عليه، وكان لسه برضو الحوض مركبش، كان بس الحنفية. وحبيت اوريكم برضو كان لسه برضو الشبابيك ما خدتش اللون بتاعها. طبعا انا وريتكم دلوقتي في الفيديو ده الشبابيك كان واخده اللون بتاعها ومدهونه ومخلصين كل حاجه، والابواب برضو اندهنت، وكان كل حاجه متشطبه معاكم. ففي الجزء ده حبيت برضو اخد لكم برضو صوره للبيت من بره، بس الصوره ديت كان لسه البيت ما اندهن، لا الشبابيك ما اندهنتش. زي ما انتم شايفين اهو يا حبايبي، ادي منظر البيت اهو. يا رب يكون خدتوا فكرة وخدتوا معلومة مني، او استفدتوا بحاجة من الفيديو، ويكون الفيديو عجبكم بإذن الله. لو لسه معايا لحد هنا في الفيديو يا ريت تحطي لي اللايك وتشير الفيديو لأصدقائك، وتدوسي على كلمة اشتراك اللي تحت اللي باللون الأحمر، وتفعلي الجرس وتدوسي على كلمة الكل، عشان كل ما انزل فيديو تتفرجي عليه ويوصلك إشعار بيه. تدعي لي دعوة حلوة كده من قلبك ليا ولأولادي بصالح الأعمال. وإلى اللقاء في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.